السلام عليكم الأصدقاء العائلة، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير. لقاكم هذا الفيديو فأتم الصحة. واش كتقلبوا على معسلات رمضانية صحية بنينة قوية؟ اليوم جبت لكم كرية الطاقة، قنبلة ديال المعادن والفيتامينات، سهلة سريعة، بدون سكر أبيض، بدون فرن، كيجيو زويونين بزاف بزاف بزاف. إلا جربتوهم غيوليو معتمدين عندكم. المهم كيوجدوا في دقائق بمكونات يعني بسيطة. خليكم معايا حتى الأخير باش تشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. إن شاء الله غيعجبكم وكيجيو بنان بنان أحسن من داكشي الآخر، المعسلات اللي عامرين الزيوت وسكريات مضرة. إن شاء الله خليكم مع الفيديو والطريقة قبل ما ندخلوا المكونات. هذا الفيديو حطيت لكم هذا الفيديو قبل هذا ملوي بالخميرة البلدية بالزيتون الأسود أو الزيتون الكحل مع الزعتر، كيجيو زويونين بزاف بزاف بدون دقيق أبيض. جربوهم راه زويونين بزاف بزاف. غنحط لكم الرابط ديالهم في أول تعليق مثبت. ندخلوا المقادير والطريقة بسم الله على بركة الله. غنحتاج هنايا المكسرات، غنحتاج هنايا بذور يعني القرع، الزريعة ديال القرعة، غنحتاج اللوز، غنحتاج الزنجلان، وغنحتاج شوية د الكركاع إلا موجود عندكم. أنا درت هنايا غير 4 ولا ديال الكركاعات اللي موجود عندكم. المقدار نتوما اللي بغيتو. أنا هنايا درت نص كاس من كل حاجة ديال العنبة، وغنخلي لكم بالغرام تقريبا 50 غرام. غنخلي لكم بالغرام في في الوصف إن شاء الله. غنكتب لكم كلشي. غنحتاج شوية الزبيب الأسود، راه غني بالحديد حتى هو. غنحتاج واحد المقلاة، يعني طريقة مختلفة، ماشي غير نطحنوهم ونديروهم. نديرو واحد الملعقة ديال السمن أو السمن الحلو ماشي الحار، أو الزبدة أو زيت جوز الهند. غنضيفو المكسرات هنايا. أنا نسيت وأضفت الزنجلان أو السمسم، ما تضيفوهش في الأول، ضيفوه في الأخير حيت هو دغيا كيتحمر باش ما يتحرقش لينا. صافي أضفت المكسرات كلهم ونقصت العافية، يعني نقصوا النار، نقصوها بزاف باش ما يتحرقوش. حنا بغينا غير ديك يخرجوا لينا داك، يعني داك يطلقوا ديك الزيوت ديالهم، باش يعني ملي تحمروا غير شويه ما تخليهمش باش ما يتحرقوش. علاش كنحمروا هاد المكسرات؟ يعني تحمير الخفيف، يعني كتطلع النكهه وكيخلي الهضم اسهل، وكيخلي الزيوت الطبيعيه ديال المكسرات تخرج. وهذا الشيء كيساعد الجسم يستافد من المعادن مزيان. هنايا درت قليل من السمن عاوتاني، واحد الملعقه صغيره، واضفت التمر هنايا درت تقريبا 190 غرام. نتوما على حسب الكميه اللي غديروا. انا هاد الكميه اللي درت. الا عندكم التمر رطب يعني ما تحتاجوش هاد الطريقة. إلا ما عندكمش هاد النوع ديال التمر اللي عندي ما رطبش بزاف. صافي درت ليه هكايا ونقصت العافية. ماشي تقولوا عاوتاني راه تحيدوا ليه المنافع، لا راه ما تحرقش غير كيسخن. بحال إلا غير كتسخنيه باش يدوب، يعني المنافع ديالو راه كاينين فيه، ماشي بحال إلا فورناه. صافي كنحركو هكايا، نقصوا النار العافية بزاف. صافي كنحركوه هكايا وكنمعسوه كما كتشوفوا حتى يولي لينا هكايا عجين هكايا. صافي أضفت الزنجلان اللي بقى ليا أو السمسم. صافي غنحتاج واحد الطحانة، أي طحانة عندكم، الهشوار أو أي حاجة نطحنوا فيها هاد المكسرات. ما نطحنوهمش بزاف، غير شوية. كتعرفوا التمر غني بالحديد، كيساعد في فقر الدم وكيعطي طاقة طبيعية. اللوز فيه فيتامين أو ومعادن كتقوي الجسم وكيعاون على حتى امتصاص الفيتامينات. هنايا أضفت ملعقة من دقيق الدخن أو إلان. كنحمروه حتى هو غير شوية ما يتحرقش. والقرقاع راه فيه أوميغا 3 مزيان للقلب والدماغ. زريعة القرعة غنية بالحديد والمغنيسيوم، مهمة لفقر الدم والتعب. الزنجلان أو السمسم فيه الكالسيوم والحديد، كيدعم العظام والدم. الزبيب فيه حديد وطاقة خفيفة، كيعطي دعم إضافة لفقر الدم. صافي طحنت كلشي هنايا. أضفت الزبيب وأضفت ملعقة ديال الدخن أو ملعقة ديال الإلان. كنحاول نبين هكايا وهكايا اللي ما كيعرفش الدارجة ديالنا، حيت كاينين المتتبعات طلبوني ما كيعرفوش الدارجة ديالنا. كنحاول ندخل بعض الكلمات. هنا أضفت قليل من القرفة اختياري، ولكن كتعطي واحد النسمة زوينة. صافي أو ماء الزهر، إلا بغيتو ماء الزهر ضيفوه. صافي كنضيف داك عجين ديال التمر. صافي كنعجنوهم كنخلطوهم مزيان مزيان، حيت داكشي اللي بقى ليا، وكنزيدو شوية بشوية.
ملاحظة مهمة هاد الكويرات كتعاون بزاف الناس اللي عندهم فقر الدم، حيث فيها الحديد وبما أن فيها دهون صحية كتعاون الجسم حتى يستافد مزيان من فيتامين د، خصوصًا الناس اللي كياخدوه كمكمل. صافي هنايا ملي خلطتهم مزيان صافي نشكلوهم بيديا هكايا كويرات. صافي كنشكلوهم كويرات صغيرة، أي حجم بغيتو نتوما، إلا بغيتوها يعني كويرات صغيرة، إلا بغيتوها كبيرة، المهم لكم الاختيار. وهاد الدخن أو الإلان راه فيه المغنيسيوم وفيه الفوسفور وفيه الحديد وفيه البوتاسيوم والمغنيسيوم، يعني هاد الكويرات الطاقة فيها، يعني حتى الدخن المحمر اللي كيعاون على الطاقة وكيزود الجسم بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور وباقي المعادن الطبيعية. يعني هاد الكويرات ماشي غير معسلات، يعني شي حاجة زوينة بزاف للجسم ديالنا، أحسن من داكشي اللي كندير اللي كيتقلى في الزيت وكيتغطس في العسل ديال السكر. راه يعني كندمّروا الجسم ديالنا والصحة ديالنا في هاد رمضان. راه رمضان دار لينا سيدي ربي هاد رمضان باش نستافدوا منه، يستافد منه الجسم ديالنا، ولكن حنايا كندمّروه يعني بهاد الأكلات اللي كنديروا فيهم الزيوت بزاف وفيهم السكريات بزاف. راه عادي غناكلوا داكشي اللي كناكلوا دائمًا، وبحال هاد الشي طبيعي راه زوين يديروه بنادم، راه ماشي تحرم راسك، راه كلشي غديرو طبيعي. صافي هنايا الكوارات أنا درت ليهم شي وحدين، يعني قسمتهم درت ليهم الكاكاو المُر، راه حتى هو فيه بزاف وهاد الكاكاو المُر راه حتى هو فيه المغنيسيوم وفيه النحاس مضادة الأكسدة مزيان للقلب. يعني نتوما لكم الاختيار، يمكن لكم تعجنوا تخلطوه معاهم إلا خلطتوهم، يمكن لكم هكايا تزينوا بهم الكويرات. وشي وحدين آخرين درت ليهم الزنجلان، ولكم الاختيار، يمكن لكم ديروا ليهم الكوك، أي حاجة بغيتو أو تخليوهم هكايا. يعني راه هاد الكويرات زوينين بزاف. شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. إلا وصلتِ لهنا مازال ما اشتركتِ في القناة اشترك في القناة وخلي ليا واحد لايك وتعليق زوين بحالك. يعني هاد الكويرات راه زويونين بزاف بزاف بزاف. راه حتى في القناة عندي الشباكية بدون قالي وبدون زيوت، يعني وبدون يعني العسل اللي ديال السكر، يعني عسل طبيعي. غنحطها لكم في صندوق الوصف اللي بغاها أو تعليق. يعني كيجيو زويونين بزاف بزاف. هاد ديك الشباكية عندي بدون جلوتين وعندي ديال دقيق الشعير. غنحطها لكم في صندوق الوصف أو التعليق تحت الفيديو. حليتكم جوج، هاذيك اللي بلا كاكاو وهادي بالكاكاو كيجيو زوينين بزاف بزاف. وداك التحمير اللي درنا ليهم يعني حمرناهم مع شوية السمن، أو ديروا نتوما الزبدة أو زيت جوز الهند اللي بغيتو، راه كيجيو واحد النكهة زوينة بزاف بزاف وبنان ما شهيتكم. إن شاء الله جربوهم في هذا رمضان وغيعجبوكم وغيوليو معتمدين عندكم وبالصحة والراحة. يمكن لكم تحتفظوهم في الثلاجة وبغير الثلاجة حيت دابا الحال بارد. ونخليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى تجربوا هاد الكورات ويعجبوكم إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.